السلام عليكم. متهيألي دي اسهل واشيك كيكه ممكن تعملوها في وقت قصير. شكلها حكايه وطعمها ولا يا ولا. نروح بقى ناكلها في الهواء الطلق مع كوبايه قهوه كده. لا ولا بلاش، انا مبحبش القهوه. ناكلها كده مع كوبايه شاي. لا برضه ما بحبش الشاي. هي تتزلط كده اساسا لوحدها، مش محتاجه اي حاجه معاها خالص. اول مره تشوفوني انا ايمي الشاهي، ما تنسوش اشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هجهز الكاستر. هجيب طبق وهحط فيه بيضه وعليه رشه من الفانيليا، وعليها ربع كوبايه من السكر، معلقتين كبار من النشا، وندوبهم كويس قوي مع بعض. ممكن لو بتحبوا الحاجه مسكره قوي نزود السكر براحتكم. انا بالنسبه لي الكميه دي كويسه علشان لسه هحط سكر في الكيكه نفسها. بعد ما دابوا هحط عليهم كوبايه من اللبن الحليب وبقلبهم تاني مع بعض. انا بزود هنا اللبن بالتدريج. هحط الخليط ده في حله وبزود عليه باقي الحليب وبحطها على نار هاديه لغايه لما تتقل كده شويه، كاني بعمل بالظبط مهلبيه. بس نخلي بالنا النار تبقى هاديه ومنبطلش تقليب فيها علشان ما تلزقش كده من تحت. وهحط عليها الوان طعام وده اختياري علشان شكل بس مش اكتر. انا حطيت هنا نقطه من اللون الاصفر وبقلب كويس. المفروض ان البيض بيدي للكاستر لون اصفر ومش محتاج اي الوان خالص، بس انا البيض اللي عندي شكله كان مغشوش. يلا مش مشكله. بعد ما تقل كده هحطه في طبق وهغطيه ببلاستيك راب او اي كيس عندكم من بتاع التلاجة. بس اهم حاجه ان الكيس يبقى لامس السطح بتاع الكاستر علشان ما تعملش قشره من فوق. بص عامله ازاي، عامله زي البلوزه. بسيبها على جنب بقى لغايه لما بحضر الكيكه. هجيب بوله وهحط فيها 2 بيضه وعليها رشه من الفانيليا ونص كوبايه من السكر، وبضربهم كويس قوي مع بعض بالمضرب الكهربائي لغايه لما لونهم يفتح ويبقوا عاملين كده زي الكريمه السايحه. ممكن نضربهم في الخلاط عادي او المضرب اليدوي، مفيش مشكله، بس لو هنستخدم المضرب اليدوي نخلط وقت اكتر علشان توصل للمرحله دي. وبعدين بنزود عليهم ربع كوبايه من الزيت ونفضل نضرب كويس قوي برضو. وبعدين بحط عليهم نص كوبايه من اللبن وبنضرب تاني. وزي ما قلت لكم مش لازم خالص يكون عندنا مضرب كهربائي او خلاط علشان نعملها. المضرب اليدوي يعملها حلو قوي زيهم، بس هنحتاج نزود وقت الخلط شويه، يعني ممكن دقيقتين او 3 دقايق كمان زياده مش اكتر، علشان بس تبقى ناعمه زي الكريمه كده. وبعد كده احط عليهم كوبايه وربع من الدقيق ومعلقه صغيره من بيكنج باودر. بنخلهم كده مع بعض وبقلب. حابين تزودوا في الخطوه دي اي نوع من المكسرات المطحونه او زبيب براحتكم. دلوقتي بقى هدهن الصينيه اللي انا هستخدمها شويه زيت صغيرين وعليها ورقه زبده. لو الصينيه بتاعتكم مش بتلزق مش مشكله تحط ورق زبده، كفايه قوي مسحه الزيت، بس انا الصينيه اللي عندي دي بتلزق شويه. بحط الخليط في الصينيه وبحركها كده علشان اسويها. وفي الخطوه ديت ممكن تحطوا برضو اي نوع مكسرات لو عايزين، يعني ممكن تحطوا من جوه او من بره. وبعد كده هندخلها الفرن. لا لسه شويه، ما تستعجلوش. هجيب الكاستر اللي انا عملته خليته لغايه اما برد خالص بحراره الغرفه كده وبقلبه كويس قوي مع بعض عشان بيكون قوامه كده تقل شويه، فانا بفكه من بعض كويس علشان يرجع زي الكريمه تاني. بحطه في كيس حلواني او اي كيس عندكم عادي، بفتحه فتحه صغيره قوي وبعمل خطوط كده على الكيكه بالورب وبالعرض. شكلها كده في الاخر بيبقى خرافي. على فكره الصينيه ديت مقاسها تقريبا 25 في 25. وبعد كده بدخلها الفرن يكون متسخن قبلها على درجه حراره 180 لمده تقريبا من 40 ل 50 دقيقه على حسب يعني درجه حراره فرنكم. بعد ما بردت هرش على شويه من السكر البودره، ديكور يعني مش اكتر. لو حطيتوا السكر البودره عليه وهي سخنه هيسيح. لو مش عايزين تحطوا سكر اساسا مفيش مشكله، مش هيفرق. انا زي ما قلت لكم هحطها علشان الشكل بس مش اكتر. هنسلكها بقى كده ونطلعها من ورق الزبده. الخرم اللي انتوا شايفينه في النص دوت علشان كنت مستعجله عليها. كل شويه افتح الفرن اغزها الاقيها ما استوتش اروح قافله تاني، كل شويه اعمل كده لغايه لما اتحفرت كده في النص. بس عادي مش مشكله، مش بيهمني يعني. ودلوقتي حانت اللحظه الحاسمه علشان نقطع وندوق. شكلها حكايه وطعمها ولا يا ولا. متهيألي دي اسهل واشيك كيكه ممكن تعملوها في وقت قصير. كيكه خفيفه مش بتحتاج وقت طويل علشان نعملها، يعني لو عايزين تعملوها كل يوم هتعملوها عادي بكل سهوله. يا رب تجربوها علشان تقولي رايكم فيها ايه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو حابين، وتشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.